سوناجيس. اليوم كانت مناسبة من أجل إعادة افتتاح هذه المعلمة التاريخية اللي يعني عندها واحد الرمزية لا بالنسبة للبيضاويين ولا كذلك بالنسبة لجميع المغاربة. هيئات واحد العدد ديال الأبطال تم إعادة تأهيل هذه المنشأة من طرف وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة وكذلك جماعة التربية. الميزانية كتناهز 87 مليون ديال الدرهم، واللي تم ماشي غير تأهيل الفضاءات وإنما كذلك المعدات الرياضية وكذلك حتى المعدات الثقافية. ما يميز هذا الفضاء اللي تم إعادة الفتح ديالو هو أنه ما كيهتمش غير بالجانب الرياضي وإنما كاين هناك جانب ثقافي. إلا جينا نتكلموا على المستفيدين فبطبيعة الحال غادي يكونوا المستفيدين الفرديين المنخرطين، ولكن كذلك المدارس الرياضية والثقافية وكذلك الجمعيات المنخرطة اللي بطبيعة الحال وفق واحد الإطار التحويلات اللي تم التحديد ديالها. فهنيئا لنا جميعا بافتتاح هذه المعلمة التاريخية.